يا دكتور محمد، ايه مم. رأيك في المثل اللي بيقول لا تزن ولا تشكر الا بعد سنة وست اشهر؟ كلام منطقي جدا وكلام سليم جدا وكلام يعني قاله شخص عاقل. حاجه يعني انا بحكم عليها بايام بسيطه، في شهور قليله، وحاجه انا ما عنديش عنها اي خلفيه. ست بقى لها 30 سنه في بيت ابوها، راجل بقى له 35 سنه في بيت ابوه وامه. طبيعي جدا ان الحكم هيبقى يعني مش صح. ده الواحد ما بيقدرش ان هو يحكم على شغلانه جديده لسه مشتغل فيها، ولا حاجه جديده لسه مشتريها، ما يقدرش ان هو يحكم عليها. يعني ما يقدرش ان هو يعمل عليها ريفيو غير بعد ما يستخدمها لفتره من الزمن. الزواج نفس الحكايه، لا تذم ولا تشكر الا بعد سنه وست اشهر. كلام حكيم جدا وسليم جدا. ولان احنا مش بنعمله، فاحنا كتير دلوقتي بقينا بنشوف طلاق في السنه الاولى للزواج. يعني بقى بيحصل كتير ان احنا في السنه الاولى للزواج نسب طلاق بقت مرعبه. ليه؟ لاني عملت حكم سريع جدا جدا. فطبعا لا تذم ولا تشكر الا بعد سنه وست اشهر. انا اتفق 100%.